عباد الله، روى ابن ماجة وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. عباد الله، يبقى الفقر هاجسا مؤرقا وأمرا مقلقا، لا سيما عندما يبتلى العباد بابتلاءات يكون فيها نقص في الأموال والأرزاق والثمار. ففي ظل مثل هذه الابتلاءات يذكر الناس الفقر ويتباحثون كثيرا في أسباب علاجه وتخطي أزمته وتجاوز مشكلته. ولكن الأمر يا معاشر العباد كما ذكر نبينا في هذا الحديث العظيم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز لجميع الأزمات وتخط لكل المحن، فهو دين عظيم مبارك. فمن وفقه الله للأخذ بآداب الدين وأهدابه وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلية نزلت. فلا بد من فزع إلى دين الله عز وجل في المشكلات كلها والمصائب جميعها. عباد الله، وإذا كان التخوف لدى الناس من الفقر الذي هو قلة ذات اليد يشتد ويزداد في بعض الظروف والأحوال، إلا أن نوعا من الفقر آخر ينبغي أن يشتد أمره عندهم بشكل أعظم وأكبر. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى أن من كثر ماله هو الغني؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أترى أن من قل ماله هو الفقير؟ قلت: نعم يا رسول الله. وهذا معاشر العباد هو المفهوم السائد لدى جميع الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغني غني القلب، وإنما الفقير فقير القلب. نعم عباد الله، من كان غني القلب فإنه لا يضره شيء وإن قلت ذات يده، بل لا يزال راضيا قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. ومن كان فقير القلب
وإن أوتي من المال النصيب الأوفر فإنه لا يزال يرى حظه قليلا ونصيبه مبخوسا. ولهذا عباد الله عاد الأمر في هذه المشكلة وفي كل مشكلة إلى القلب إصلاحا له وإقامة له بطاعة الله عز وجل، إيمانا وتوكلا ورضا وقناعة وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة وأسسه الجليلة. عباد الله، ومن يتأمل هدايات هذا الدين في علاج هذا المؤرق عن الفقر ومشكلته التي تتأزم بها كثير من القلوب، يرى فيه هدايات عظيمة وتوجيهات سديدة فيها صلاح للعبد، ليس في أمر دنياه فقط، بل صلاح في الدين والدنيا والآخرة، كما جاء في الدعاء العظيم المبارك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وهنا عباد الله يأتي يقين العبد بأن الأمر كله بيد الله، وأن الرزاق جل في علاه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فربنا جل في علاه هو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، الذي بيده الأمر لا شريك له. ولهذا أساس الأمور وقاعدة صلاحها إيمان صادق بالله تبارك وتعالى، وحسن توكل عليه جل في علاه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا بد من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب، حتى يكون ذل العبد وفزعه والتجاؤه ورقه لربه جل في علاه. وحينئذ لا يلتفت إلى مخلوق ولا يرق له لنيل شيء من حطام الدنيا، وإنما يكون ذله وخضوعه وانكساره لمولاه وسيده جل في علاه. أيها المؤمنون، إن من يتوكل على الله حقا يفتح الله له
من أبواب الرزق والتيسير والتوفيق، من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها المؤمنون، وفي هذا الباب العظيم حتى الإسلام على العمل ورغب فيه وحض عليه. يقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولهذا ينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطا بعيدا عن التواني والعجز والكسل، حتى وإن لم يكن عنده شيء يتحرك به من المال، فإن القليل مع الهمة وحسن التوكل يكون كثيرا. وبين عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل للرجل القوي، حيث أتاه رجلان مرة من الأنصار يسألانه من الصدقة، فرفع بصره إليهما فإذا هما جلدين أي قويين. قال: إن شئتما أعطيتكما، فإنها لا تحل لغني ولا لقوي قادر، أي أن يكتسب ببدنه. ولهذا جاء الإسلام بالحث على العمل والبعد عن التقاعس والكسل، مع الثقة بالله وحسن الالتجاء إليه جل في علاه. وأرشد الإسلام أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتاه الله جل وعلا عبده، وعدم التطلع إلى ما في أيدي من كانوا أكثر منهم مالا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء أيضا في الإسلام التعوذ بالله من الفقر، فإنه لا يعيذ منه إلا الله، حيث صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول إذا أصبح 3 وإذا أمسى 3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.